السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وتكونوا مهنيين. اليوم حبيت نشارك معكم واحد البريوش، مكون سري خليه خفيف ما شاء الله. نبداو بسم الله على بركة الله. كمقادير: اول خطوة عندي هنا كأس ونصف تاع الحليب يكون دافي، انا كيلت بهذا الكاس. والمكون السري هي هذه العصرة تاع القارص. دوك هنا الحليب يتغير لكم، نخلوه واحد 2 دقائق. نضيف هنا ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، 5 ملاعق تاع السكر، نضيف الكأس عفوا هذاك الحليب اللي قلت لكم خليناه 2 دقائق. نضيف لهم كأس تاع الفرينة، نخلطهم مليح. دوك نخلي هذا الخليط نغطيه ونخليه واحد 10 دقائق هكذاك. هاو هنا بعد ما ريح لي 10 دقائق، شوفوا كيفاش ولا ثقيل. دوك نضيف له حبة تاع البيض، ربع الكأس تاع الزيت. قلت لكم انا ديما نكيل بهذا الكاس. عندي هنا مبشور حبه تاع الليمون، ملعقه صغيره تاع خميره الحلوى، ورشه تاع الملح. نزيد نضيف الكأس الثاني تاع الفرينة، الكأس الثالث والكأس الرابع. هنا بالإجمال كامل الفرينة رفدت لي 4 كيسان وحوالي ملعقة كبيرة تاع الأكل. وهنا القوام تاع العجينة يلزم يكون متلوق. وهنا هذيك الملعقة اللي قلت لكم عليها راني ضفتها. دوك نحي كامل العجينة من يدي. هذا هو القوام تاع العجينه، قلت لكم يعني تجي متلوقه، راها تتلاصق في اليدين. دوك نخلوها تخمر واحد نص ساعه، يعني على حساب درجه حراره المطبخ. كاين اللي الكوزينه تاعهم سخونه وكاين اللي بارده. هاي هنا بعد ما انا هنا خمرت لي نص ساعه، قلت هنا يلزم كي تخلوها تخمر غطيوها. دوك نرش رشه خفيفه تاع الفرينه، ندوز نكور كامل هاد العجينه الى كويرات صغيره. واللي عندها الميزان توزن 15 غرام.
هاي هنا بعد ما كامل يعني كورتهم كامل. هنا عندي الشوكولا تاع الطالع، تقدروا تعوضوها بالحبيبات الشوكولا. ندير رشه خفيفه في يدي تاع الفرينه، يعني قلت لكم العجينه راها تلصق. ومن الجهه واحده اخرى نكونوا درنا الكوشه ديالنا تسخن. ندير حوالي ملعقه صغيره تاع الشوكولا في الوسط، وهنا نحاول نغلقهم مليح. يعني شوفوا طريقه الغلق كيفاش غلقتهم باش كي تجوا طيبوهم هذيك الشيكولا ما تخرجش لكمش، ما تخرجش من العجينه. دوكا انا هنا كامل نكملهم بنفس الطريقه. يعني وما تقدروا حتى الشوكولا هذه تقدروا ما ديروهاش الا ما كانش عندكم. هنا كنت فرشتها صينيه، درت لها ورق الطي. وانا هنا هذا ورق الطي كنت استعملته من قبل. واللي ما عندهش هذا ورق الطهي دير غير رشه خفيفه تاع الفرينه. دوك هنا جبت حبه تاع البيض، ضفت لها شويه تاع لافاني، خلطتهم مليح وندهنهم من الفوق. ضفت لهم عفوا الجلجلان وحبه حلاوه. واللي ما عندهش الجلجلان وحبه حلاوه عادي ثاني تقدر تخلوهم هكاك. يعني وشنو هذا الجلجلان وحبه حلاوه راح يعطوها عاود ذوق خاص. هنا بعد ما سخنت الكوشه دخلتهم لداخل، شوفوا كيفاش راهم منتفخين. ونشوفوهم في طبق تقديم ان شاء الله. ها هنا خيتي بعد ما طيبتهم كامل، يعني راح يجيكم هذا البريوش ما شاء الله يعني اقتصادي. نتمنى لا فيديو تاع نهار تاع اليوم يكون عجبكم ويكون في متناول الجميع. في فيديو قادم ان شاء الله.